نعرف ايه يعني عقاب الزوج اللي بيقف مثلا في وسط المنزل ويقف يقول للزوجة امك وابوكي واخوكي، ويفضل يزعق ويجيب الفاظ والجيران تسمع والاولاد تسمع، واهانة للست نفسها قدام جيرانها وقدام اولادها، ان انا بتهان في بيتي قدام اولادي وقدام جيراني. ايه يعني عايزين نوصل بالمعلومه ان انت يعني ايه الجزاء، ايه الثواب وايه العقاب. لما نسمع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت سابقا ان خيركم لاهله، خيركم لاهله. اذا كان هو سيء التصرف وسيء الاخلاق مع الزوجه اذا ليس فيه خير، يعني يكفيه انه منع او حرم من ان يكون من اهل الايه؟ من اهل الخير. هذه المرأة التي لديها بماذا جعلها او كيف تحملت او لما تحملت او اي سبب جعلها تتحمل ان تكون في هذا البيت، وعن اي طريق اتت الى هذا البيت؟ اتت هذا البيت بكلمة الله. هي اذا كانت غريبة بالنسبة له، كان لا يعرفها ولا تعرفه، اصبحت زوجة، أصبح يأخذ منها حقها الشرعي وتعطيه حقها الشرعي، وبينهما أولاد. كل هذا لولا العقد الذي تم بينهما، هذا العقد يقولون استحللتم فروجهن بكلمة الله. فإذا كيف يكون قد وعدها حينما يتم العقد أن هناك وعد وأن يعاملها معاملة حسنة. إذا عندما يغير هذا إذن فهو يغير وعده وعهده مع الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان الذي بهذه الصورة نأمره بصلة الأرحام. من أولى بأن تكون من أكثر الناس وصلا للأرحام بعد الأب وبعد الأم؟ هي الزوجة. الأمر ليس سهل، يعني ليس يسيرا وليس سهلا أن يهين الرجل زوجته وامرأته. ليس من المروءة، ليس من إذن والمروءة ليس من المروءة. وبعدين في نهاية الأمر هو يسيء إلى نفسه. هذه المرأة التي تهينها زوجة من؟ إذا الإنسان قلل من كرامة الإنسان، إذا قلل من كرامة زوجته فهو يقلل من كرامة نفسه. لابد أن يعطي للمجتمع الذي حوله، لابد أن يعطي للمجتمع الذي حوله أن هذه زوجة فلان كلمة لها قيمة حتى عرفا، حتى بين الناس. لا يقبل أن تهان زوجة فلان. فإذا أهان هو أمام أولاده سمح لأبنائه أن يستهينوا بأمهم. كيف يأمرهم بأن يحسنوا؟ والإهانة كمان بقت قدام أهل الزوج برضه يا فضيلة الشيخ. احنا بنتكلم برضه ان انا ما اتهنش قدام اهل زوجي، يبقى ليا مراعاة في الحياة. الامر يحتاج الى تدبر من ناحية ان اهل الزوج او اهل الزوجة هو منهي ان يهين في كل الاوقات وفي كل الاحوال. لابد ان يعلم انها امانة عنده تركها عنده ابيها وامها. هي اتت زوجة حتى ولو كانت الخادمة لا يجوز ولا يصح أن تهان، فما بالك بالإيه؟ بالزوجة. وبعدين أمام أبيها أو أمام أمها أو أمام أهلها، هذا تعال وتكبر وافتراء. والقرآن يقول وقد خاب من افترى. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إنما أن يعني لم نعلم ولم يؤثر أن أحدا من الصالحين أو من الأنبياء الله كانت زوجات لوط وزوجة نوح ليسوا على دين، ولم نسمع أنه أهانهم أو أنه ما أهان أزواجهم. أولادهم بيطلعوا معقدين فضيلة الشيخ. بتهان قدام أهل زوجي، بتبتدي الأم الزوج تبتدي تهني، ما أنا ابنها هني قدامها مرة واثنين وثلاثة. أخت الزوج ابتدت إن هي تستقل مني. فإحنا عايزين نكلم الأزواج، يا ريت يبقى في معاملة حسنة زي ما ربنا ما قال إن بينهم مودة ورحمة. عايزين نتكلم يعني حتى توجه نظر الأزواج، المودة والرحمة فين اللي بقت ما بين الأزواج دلوقتي؟ المشاكل. الأمر يحتاج إلى وعي فكري وذهني عند الطرفين، الزوج والزوجة.
وزي ما قلنا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الزوج لابد أن يعلم كما قلت أن له ابنة وله أم وله مش أخت همه بقى واللي مش همه فضيلة والله الشيخ. سبحان بص أقول لك يعني عاذ الله عنا وعنكم. في دلوقتي فضيلة الشيخ بتلاقي الزوج مش في دماغه الدين مع الرجل، اللي ما بيفقش معاه لا بنته ولا زوجة، لا بنت ولا زوجة ولا اي حاجة، يعني تارك اولاده. فضيلة الشيخ احنا دلوقتي بنلاقي الزوج في بنات ما بيسألش يتجوزوا ازاي، يتربوا ازاي، يتعلموا ازاي، حتى بالسؤال مش بالفلوس. نفس الكلام مع الاولاد. يعني الاب المتوفي خلاص احنا بنعرف ان ده قضاء الله وان الاب توفى خلاص، لكن الاب اللي عايش ومش بيسأل حتى على اولاده ولا حتى يعني مكالمة التليفون حتى انتوا عاملين ايه، ولا في مراعاة لاولاده ولا لزوجته. يعني ايه عقاب الزوج اللي زي ده؟ يعني يكفيه انه خالف ايات القرآن وخالف اوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول لما يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع، الامام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والخادم راع في بيت سيده ومسؤول عن رعيته. إذا لابد أن يعلم أنه سيسأل. كما أننا نقول للآباء أنك إذا علمت ولدك القرآن سيشفع لك يوم القيامة. إذا كلما أهملت في ولدك وأصبح مجرما أو أصبح عاصيا، لما الرسول يقول مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10، الخطاب للرجال قبل النساء. إذا الرجل لابد أن يعلم أن هذه الأولاد نعمة من الله سبحانه وتعالى، والإنسان سيسأل. عقابه إيه عند ربنا؟ عقابه عند ربنا سبحانه وتعالى. يكفي أنه ضيع الأمانة. هذه الزوجة أمانة، الزوجة أمانة، والأولاد أمانة. إذا هو ضيع الأمانة. اما يطلع لربنا وربنا يسأله عملت ايه مع الامانه اللي انا اديتها لك؟ ده حسابه، ما هو لن يجد جواب. ولكن انا عايز اقول لحاجه، الفطره السليمه التي فطر الله الناس عليها ان الاب يحب ابنائه، وان الام تحب ابنائها، وان دائما الاب يضحي من اجل ابنائه ويعمل ويكد ويجتهد وقد يعمل في عملين وفي 3 من اجل ان يوفر لأبنائه ما يحبون. هذا الرجل يعني الطبيعي المروءة لا يقبل أن هذا الشخص ليس طبيعيا، ليس طبيعيا، لأنه لو كان طبيعيا لرأى كيف، يعني هل لا يرى الجيران كيف يتعاملون، كيف أن الأب يستيقظ في الصباح الباكر ويعمل ثم يعود ثم وعمل و2 و3. إذن هذا النوع أعتقد أنه ليس سوي. هذا الشخص يعتبر إنسان مريض يحتاج إلى العلاج قبل النصح. فضيلة الشيخ، هناك رجل تعتبر أنها بدون رجل، يكفي عليه أن يشعر أبنائه وزوجته أنهم لا يعتبرونه رجلا. إذا ليس له الحق الأمر وليس له حق الطاعة. إذا زي كما أن الزوجة يقال عنها ناشز حينما تغضي أو تعصي أوامر الرجل. إذن كيف للرجل؟ ما هو القرآن بيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض ولم يكن وبما أنفقوا من أموالهم. إذن بقدر ما الإنسان الرجل ينفق على البيت بقدر ما يكون قيم، بقدر ما يكون له القوامة، بقدر ما يكون له حق الطاعة. إنما كيف يعني يطلب أن تطيعه زوجته وهي التي تنفق، أن يطيعوا أبنائه وهم الذين ينفقون، وهو لا يتحمل المسؤولية نهاية. ثواب الأم إيه في إن هي أنا أقعد بأولادي وأجري بيهم أجوزهم وأعلمهم الصح والغلط، إيه الثواب للأم هنا؟ يعني الثواب، الأمر هنا أمر محدش يقدر يحدد في أي عمل من الأعمال الثواب كام ولا قد إيه. على قدر ما تنتج الأم أنتجت أولاد صالحين، الولد حفظ القرآن، إذن هي ربت وأحسنت التربية. بقدر ما ينتج من خير من هذه الأبناء تعطى أجرا
بقدر ما يخرج من هذه الابناء ومن هذه الاسره من ايه؟ من خير، بقدر ما حافظت عليهم انهم الا يكونوا متسولين، الا يكونوا مجرمين، الا يكونوا في اماكن سيئه، بقدر ما منحت من خير وما منعت من شر، بقدر ما تعطى الايه؟ ما تعطى الاجر. هو دلوقتي في رجل من العاصين لم يفعل شيء، هو كان عاصي ولكن تزوج، وبعد ما تزوج واثناء الحرم ان زوجته حامل قال لزوجته خلي ابني يروح الكتاب يروح يحفظ القرآن. بس هو كل وصيته كانت ايه؟ هي الكلمة دي. والراجل مات، ثم كبرت الابن كبر وذهب الى الكتاب، وبدأ الشيخ يقول له قول بسم الله الرحمن الرحيم، فراح قال له بسم الله الرحمن الرحيم. الرجل من المعاصي بتاعته كان في النار، كان في الايه؟ في النار. بمجرد ما ابنه قال بسم الله الرحمن الرحيم نزل الامر من السماء ان اخرجوا عبدي من النار فقد خرج من صلبه من قال بسم الله الرحمن الرحيم. هو اخذ الاجر لانه اوصى بان زوجته تحفظ ابنها الايه؟ القرآن. فكيف بقى بالأم هنا إذا هي ما حفظت أولادها القرآن، علمتهم الصلاة، وما حرمت بقدر ما أعطت، وبقدر ما حرمت بقدر ما يكون أجرها عند الله سبحانه وتعالى. الأم ضحت، فلازم ليه بيحموا الأم إن هي تذكر إن أنا عملت لأولادي كذا، أو أنا ضيعت عمري على أولادي. لكن هو القرآن وصانا بالأم، لكن لو سمعنا آيات القرآن كلها هتلاقي توصية بالأب قليلة شوية. توصية بالأب إيه؟ ليه؟ يقول لك ليه؟ لأن القرآن جعل أسباب التوصية على الأم. حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته أمه وهنا على وهن. ماشي؟ إذا ليه؟ الولد في هذه السن هو ما شافش الحاجات دي، ما شافش الحمل وما شافش الرضاعة، فالقرآن ذكرها له عشان خاطر ايه؟ يذكروا بيها. لما جه عند الأب ما قالوش أبوك عمل وعمل 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 وعمل. ليه؟ لأن هو كبر وشاف أبوه بيعمل، كبر وشاف ايه؟ اللي أبوه اللي شافه بعينه القرآن ما ذكرهالوش، لكن اللي ما شافوش القرآن ايه؟ عددوا له. شيء إذا أفنت عمرها وكان المقابل أولادها يبقى ضاع. إذا مثلا معصية من الابن، أنا بعد ما عملت يعني بيكون إيه؟ حتى زي من نوع من اللي حث الابن على البر، وحث الابن على الطاعة، وحث الابن على عدم العقوق، ولكن لا يكون على سبيل أن يعني هي لا يمكن أن يرد دين الأم. دين الأم لا يمكن رده ولا يمكن تقييمه. يعني أحد الصالحين بيقول له إيه؟ بيقول له أنا حجيت، حملت أمي على ظهري من بلدي لغاية ما رحت بيها مكة، وطفت بيها حول الكعبة، وسعيت بيها الصفا والإيه؟ والمروة، وعملت كل المناسك الحج وأنا أحملها على ظهري. أنا كده أكون وفيت حقها؟ الرسول قال له إيه؟ لا. مش لا بس، ده قال له ده أنت ما وفيتهاش طلقة واحدة من طلقات الولادة، مش بقى الحياة كلها والسهر والانتظار إلى أن يعود من البيت ومن الخارج والرضاعة وإعداد الطعام وكل ده. قال له لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الإيه؟ الولادة. كل الشباب عارف ده، وأصبحنا في عصر العلم اللي موجود كله عارف ده، والأم من غير ما تتكلم الابن عارف. لكن الهداية من الله سبحانه وتعالى. هو بقى يعمل ولا لا يعمل؟ هو في هداية الله سبحانه وتعالى ولا في غير هداية الله؟ ما فيش حد يعني كله يعلم حق الأم قبل أن تتكلم، ولكن قد يكون كثرة الحديث من الأم للأبناء وتكرار الأمر يجعل الأمر وكأنه لم يحدث. يعني هو فعلا الخلع حلال؟ يعني اما بنرفع قضيه خلع، هل الطلاق في الوقت ده بيبقى حلال؟ لان في ناس قالوا يعني حتى يعني انا عارفه انه بيبقى ولي هو اللي طلقها، بس الزوج ما نطقش كلمه انت طالق، هل ده بيبقى حلال؟ السؤال ده شائك جدا، والحديث فيه يعني محتاج حرفه في الاجابه. بمعنى انا محدش يقول الخلع حرام، ماشي؟ محدش يقول الخلع
حرام او الخلع، ولكن طريقه الخلع ايه؟ اذا انا ما اقولش ايه الخلع حرام والازهر حرم الخلع وقالوا الخلع او لجنه الافتاء، لا، ولكن الطريقه التي استعمل بها لو تمت بما وضعه الشرع وبالضوابط التي وضعها الشرع. انما ان نجد في بعض الاحوال ان امراه رفعت قضيه خلع وهي في بيت زوجها وفي معيشه معه، ولكن قامت باجراء الاجراءات وتم اصدار الحكم وما زالت في البيت، وبعد 3 شهور وانتهاء العده تزوجت باخر وهي ما زالت في البيت، ثم نقول ان الخلع هنا حلال. اذا هو ايه؟ حرم لانه لم يتم استعمال الطرق الشرعيه له. الخلع في طبيعته التي وضع له حلال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له اقبل الحديقه وطلقها تطليقا. اذا هو الزامي، قد يلزم الزوج على الطلاق ويغصب على الطلاق بالصوره دي او على الخلع بالصوره دي، ان هو ايه؟ لا، ترجع لك الحاجه خلاص يبقى انت تطلقها، ولو ما طلقهاش يطلقها عنه مين؟ يطلقها. اذا لكن لابد ان يعرض الامر عليه، على الزوج، يعلم انه معروض عليه كذا ومعروض عليه المهر ومعروض عليه المستحقات ويعلم. انما احنا هناك خلع بيتم وكأن الامر لعبه، وكأن الامر اجراءات اداريه فقط، اجراءات اداريه الناس بتستعمله كاجراء اداري دون النظر عن الاجراء الشرعي. فالمحرم هو عدم مراعاة الاجراء الشرعي اثناء الخلع. وبقول لفضيلتك وبقول لحضرتك احيانا الزوجه بتخلع الزوج وهو ايه؟ وهي معه في بيت، كل ما في الامر انها تمت الاجراءات القانونيه والاداريه، اول ما تتم الاجراءات تسيب البيت وتمشي تقول كده خلاص وخلاص اصبحت ايه؟ في خلع. حد يقول ان الخلع ده حلال؟ لا مش حلال. اذا ايه العيب؟ ليس في لفظ الخلع. الخلع هو امر موجود كالطلاق وكالزواج وكالظهار، يعني موجود في الشرع. الخلع حلال لو تم بحذافيره. اذا عندما نحرم الخلع او يحرم لا يسمى خلع، يعتبر لعب. لكن الخلع بما عرفناه في الشرع حلال وله ادله وفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الزوج عليه الصلاه والسلام فضيله الشيخ، الزوج هنا ما نطقش، مش شرط ينطق، مش شرط ينطق، يكفي ان القاضي يعرض عليه الامر، هذا المال وعليك ان تطلقها، هو رفض، ولكن فالقاضي بينوب عنه في حضوره، اذا الامر عرض على مين؟ على صاحب الشأن، بينوب عنه، لكن الامر لا يعرض عليه ولا يبعث حكما من اهله وحكما من اهلها، وليس لديه علم وليس لديه، ثم نقول هذا اجراء قانوني. اجراء قانوني، ولكن اين الاجراء الايه؟ اين الاجراء الشرعي؟ اذا هو صحيح اداريا، صحيح ايه؟ إداريا، لكن غير صحيح شرعيا، وهو فرق كبير ما بين صحته الاداريه وصحته الايه؟ الشرعيه. اذا لابد ان يتم بما الرسول طلق قبل ان يعرض الامر على صاحب الامر، ولا ايه؟ الا تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال له يزيد اقبل الحديقه وطلقها على سبيل الامر. اذا كان كلام النبي على سبيل الايه؟ الامر. هنا برضه بيكون من القاضي على سبيل الايه؟ على سبيل الامر. وده يختلف عن الطلاق. هي الفاصل والشعره هو الطلاق بالاراده، انما هنا ايه؟ يكره. اذا اكره الرجل على الطلاق يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق، لا يقع. لكن اذا اكره على الخلع يقع الايه؟ يقع الخلع. ماشي. اذا الخلع حلال، ولكن لابد من مراعاة الاجراءات الايه؟ الشرعيه، وليس الاجراءات الاداريه فقط. ماشي. فضيلة الشيخ أنا سعيدة بوجودي معاك وأنا مش عارفة أقول لك إيه. طبعا استفدنا من حضرتك كتير جدا، وكل سنة وحضرتك طيب، وأنا سعيدة بوجودي معاك. الله يخليك، تسلمي، كل عام وأنت طيبة، ونتمنى نتقابل. الكلام معاك شيق جدا، وأنا مش عايزة أخلص الحديث. ربنا يبارك في حضرتك، كل عام وحضرتك بخير. كل عام وحضرتك بخير. كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم. كان معكم وفاء غنيم، برنامج طريقي للإيمان.